السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. واخيرا رجعت لفيديوهات اليوتيوب، جبت لكم وصفة بزاف بنينة لازم تتفاعلوا فيها باش تشجعوني نكمل لكم الوصفات. هاد الوصفة بزاف بنينة وتستاهل انكم تجربوها. هيا نحضروها كيف كيف. نحتاجو المارغرين 250 غرام، نحتاجو رشة تاع الملح و160 غرام سكر عادي. نضربوهم مليح بالباتور، من بعد نروح نضيفو لهم البيض بالتدريج اللي هما 2 حبات بيض و3 صفار. اكيد نخلي لكم المقادير مكتوبين تحت الفيديو باش ديروا كابتور ديكران وتجيكم سهله. نخلطهم كامل كيف كيف حتى يولي قوامهم كريمي بهذا الشكل ولونهم فاتح. من بعد نروح نضيفو 2 مغارف كبار تاع لا تريمولين اللي نقدروا نعوضوها بالعسل ولا العسيله اللي تتباع برا. 2 مغارف كبار، ونزيدو لا باتاون نوازيت، نديرو مغرفه صغيره هكا، ونزيدو كاس ماشي معمر ولا 80 غرام تاع نوازيت تكون محمصه ومرحيه. تقدروا تبدلوها باللوز ولا كاوكاو ولا اللي متوفر عندكم. نخلطهم كامل كيف كيف. من بعد نروح نضيفوا المكونات الجافة واللي هما كيس خميرة كيميائية تاع 10 غرام، ونحتاجو هنا 50 غرام تاع لي بيبيتو شوكولا، ونضيفوا الفارينة اللي هي بالميزان 400 غرام. اما بالكيسان نحتاجو حوالي 3 كيسان يكونوا ممسوحين. انا هنا درت 2 بومبي وواحد ماشي معمر، تما 3 كيسان ممسوحين اللي هي 400 غرام. نخلطهم كامل كيف كيف حتى نتحصلوا على هذا القوام اللي يكون يعني يتلاصق، ما تكونش اون بات. هنا هذا القوام تاع الجاتو تاعنا ما يكونش كيما الصابلي، يكون هكا قوامه. نغطيه بفيلم اليمونتير ونخليه حوالي نصف ساعه في الثلاجه ترتاح لاباط. بعد ما نحيها ولا نخرجها من الثلاجه نلقاها حكمت روحها شويه، ماشي ناشفه ناشفه، مي حكمت روحها صافا. جبت المول تاعي، وزنت الحبة 25 غرام، يعني ما تكونش مع المول سوا سوا. نخليه بلاصة لأنه الجاتو يخمر. نطيبوه دايما الجاتو تاعنا نطيبوه مقلوب ونخليوه يبرد. بالنسبة للحشو نحتاجو 200 غرام شوكولا بيضاء نذوبوها، ولافيتين نزيدو عيننا ميزاننا. نبقى نزيد في لافيتين حتى تتغطى كامل بالشوكولا. من بعد نزيد هاد لاباط تاع البوينو، يكون فيها الذوق تاع البوينو بزاف بنينه. تاني نزيد عيني ميزاني باش نخفف هذيك لافيتين اللي خلطتها مع الشوكولا. شوفوا هنا الكاطو تاعي بعد ما طاب وخليته برد وجدت الحشو تاع لافيتين. دركا نبدا ماشي نحشيه مي نحطه من الفوق كي نقلاصيو الحبه تاعنا، شغل يجينا هاد الطبقه تاع الكاطو، طبقه تاع الحشو المقرمش. حشيتهم كامل ورحت درتهم في الفريجيدار باش يبردوا. شوفوا هنا الشوكولا راهي في السخانه ذايبه، ترجعيها اون بات تعجني بها بلا ما تخافي. واش نديرو؟ نذوبو الشوكولا تاعنا في حمام مائي ولا في ميكرووند ونزيدو لها الكاكاو. شوفوا هنا الكاكاو ديروا في 500 غرام حوالي 2 مغارف كبار معمرين. نخلطوهم مع الشوكولا ونميكسيوهم بالبغا ميكسور. صح هذه المرحله راح تدير لنا الفقاعات في الشوكولا، لكن لازم نميكسيوهم ولا نصفيوه بالصفايه. كي نخلطوا الشوكولا مع الكاكاو نصفيوها بالصفايه. هنا كي نزيدو الكاكاو والشوكولا راح يخليها تحكم روحها، يعني كمان تشد لنا شويه، ماشي غير نخرجوها من الفريجيدار تسيح وتولي تذوب وحدها. كي نزيدو لها الكاكاو تجي حاكمه روحها. نبدا نقلاصي الكاطو تاعي اللي يكون بارد والشوكولا تكون دافيه، يعني ما تكونش سخونه باش ما تذوبليش هذيك لافيتين اللي من الفوق. من بعد ما قلاصيتو رشيته هنا بالناكخي دوغي اللي كنت خلطت ليكيد مع لابودغ، ومن بعد زينتهم بهذا التوبرز تاع التخرج وتاع الباك. وهكا نكون كملت الكاطو تاعي بزاف بنين، يستاهل انكم تجربوه والقوام تاعو رائع. يعني اللي ذوقوه راح يسقسيكم على لا غوسيت. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو.